السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، معكم فيها عبد الوهاب محمد أمان، والبدء بأهم العناوين. حملة تطعيم سرطان عنق الرحم تفتضم البلاد. تشييع جثمان المناضل قبر برهان إياسو. حماية الثروة والمياه في إمبرمي. الرئيس الكيني يشدد على ضرورة فرض السلام في الكونغو الديمقراطية. الحكومة الكولومبية ومتمردو جيش التحرير الوطني يبدون محادثات سلام. مقتل العشرات في حريق في مصنع وسط الصين. من العناوين إلى التفاصيل. تشهد البلاد منذ يوم أمس 21 من نوفمبر حملة تطعيم ضد سرطان عنق الرحم للفتيات من عمر 9 وحتى 14 عاما. وأعلنت وزارة الصحة في مراسيم بدأ التطعيم في جميع المديريات أنها تنظم حملات تطعيم فاعلة انطلاقا من مبدأ الوقاية خير من العلاج، وأن التطعيم ضد سرطان عنق الرحم جزء منه ويجريت له الاستعدادات الكبيرة. ويتوقع في حملة التطعيم الوطنية التي تستمر حتى 25 من نوفمبر تطعيم 300 ألف فتاة على مستوى البلاد في 1382 مدرسة وأكثر من 300 مؤسسة صحية و250 نقطة صحية مؤقتة و600 وحدة صحية متنقلة. وسيقدم التطعيم على مرحلتين، المرحلة الأولى من 21 وحتى 25 من نوفمبر، والمرحلة الثانية بعد 6 أشهر في شهر مايو من العام 2023. وذكرت وزارة الصحة أن سرطان عنق الرحم يمكن مكافحته بتطعيم الفتيات اللائي لم يبلغن سن الولادة. وأشادت وزارة الصحة بالمجتمع والمؤسسات الحكومية التي تتعاون لإنجاح حملة التطعيم عامة وفي المناطق النائية خاصة. شيع في 10 من صباح اليوم رئيس الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب المناضل الأستاذ قبر برهان إياسو في مقبرة الشهداء في أسمرة. شارك في مراسيم تشييع كبار المسؤولين في الحكومة والجبهة ومسؤولو الاتحادات الوطنية ورفقائه وزملاء العمل. ووضع تكاليل الزهور على مقبرته من وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية السيدة لؤول قبراب والسيد محمد نور إدريس باسم الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب وأسرته. التحق المناضل الأستاذ قبر برهان إياسو بصفوف قوات التحرير الشعبية في شهر يناير من العام 1975، وخدم في مرحلة الكفاح المسلح في جهاز التدريب والقوات المقاتلة والشؤون الاجتماعية وفرع المعاقين في مركز بالدهو. وبعد الاستقلال عمل مدير مديرية بريخ من العام 1992-1993، ومع إقامة الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب في شهر أكتوبر من العام 1993 اختير نائبا رئيس الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب، ومنذ العام 2005 انتخب رئيسا للجمعية حتى يوم استشهاده. المناضل الأستاذ قبر برهان متزوج وأب ل3 أبناء. وقد استشهد رئيس الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب المناضل الأستاذ قبر برهان إياسو في 19 من نوفمبر جراء مرض ألم به عن عمر 76 عاما. قام سكان مديرية صرونا بحصاد مزارع 437 من أسر الشهداء والمرابطين للدفاع عن الوطن. شارك في النفير الذي جرى في 15 ضاحية أكثر من 6000 من السكان وعمال المؤسسات الحكومية. وعرب المشاركون في النفير عن الارتياح للمشاركة في حصاد مزارع المحتاجين، مؤكدين مواصلته حتى جمع المحصول. وشكرت الأسر التي حصدت مزارعها الدعم المقدم واستطاعتهم جمع محصولهم في وقت قصير. وافادت إدارة مديرية صرونة بقيام السكان وعمال المؤسسات الحكومية والطلاب
بأنشطة متواصلة لمساعدة أسر الشهداء والمحتاجين في الحراسة والحصاد وصيانة المنازل. يقوم مزارعو ضحيتين بيرمي في مديرية مصوع بأنشطة حماية التربة والمياه والاستفادة من السيول المنحدرة من الجبال. وأوضح السكان عملهم في مكافحة جرف التربة وإصلاح مساقط المياه، منادين بتوفير الآليات لفعالية أكثر للعمل. وذكر مدير الضاحية السيد عبد القادر الأمين أن العمل يجرى بمشاركة الثيران وعدد كبير من المزارعين، وشيد حتى الآن حاجزا مائيا بطول 200 متر. دعت قائد مركز الشرطة الرابع النقيب سنبلاوي تردي في السيمينار الذي عقدته سكان مديرية عداق حموس المجتمع لتعزيز تعاونه في مكافحة الجريمة. وقالت إن أهم أهداف الشرطة تتمثل في منع وقوع الجريمة وتقديم الجنات أمام القانون، داعية لتعزيز التعاون مع الشرطة للسيطرة على الجريمة والمخالفات القانونية. وذكرت مدير مديرية عداق حموس السيدة صالحة محمد أن الشعب يعتبر اليد اليمنى للشرطة، وحثت الشعب للمساهمة في كشف مرتكبي الجرائم. وأكد المشاركون في السيمينار على أهمية التنوير المقدم الذي يتوجب استمراريته وإعادة النظر في الأحكام العدلية المخففة الصادرة بحق المجرمين. تجدر الإشارة إلى أن أنشطة توعية تقوم بها الشرطة في أوساط الشعب والطلاب منذ 4 نوفمبر الجاري. يغطي مركز الشرطة الرابع في الإقليم الأوسط مديريات عداق حموس ومايتمناي وبراديزو وجزء من صصرات. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أكد الرئيس الكيني ويليام روتو من كينشاسا أن القوات الإقليمية لشرق أفريقيا التي يتم نشرها في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية مفوضة بفرض السلام على الجماعات المسلحة المتمردة. وقال الصحفيين بعد اجتماع مع نظيره الكونغولي أن هنالك الكثير من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في هذه المنطقة، ولكن نعتقد أنه ليس هنالك الكثير من السلام لحفظه. وقررت مجموعة دول شرق أفريقيا إنشاء قوة إقليمية في محاولة لإحلال السلام في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تشهد أعمال عنف منذ نحو 30 عاما، مع انتشار عدد من المجموعات المسلحة بينها حركة 23 مارس. وتشارك كينيا في هذه القوة بنشر 900 عنصر وصلت طلائعهم إلى غوما عاصمة إقليم شمال كيفو، حيث يقود متمردو حركة 23 مارس هجوما. بدأ مفاوضون من الحكومة الكولومبية وجماعة حرب العصابات اليسارية التابعة لجيش التحرير الوطني محادثات سلام في أول خطوة رئيسية في جهود الرئيس كوستافو بيترو لإنهاء نحو 60 عاما من الحرب. وتعهد الرئيس بيترو الذي تولى منصبه في أغسطس الماضي وهو عضو سابق في حركة M19 بتحقيق السلام التام في كولومبيا والتفاوض مع المتمردين والجماعات الإجرامية المتورطة في تهريب المخدرات إلى التعدين غير القانوني. وستتناوب المحادثات التي بدأت في العاصمة الفنزويلية كاراكاس بين الدول الفنزويلية والكولومبية والنرويجية الضامنة وفقا للحكومة الكولومبية. ولم تنجح جهود التفاوض السابقة مع جيش التحرير الوطني الذي يضم نحو 2400 مقاتل وتأسس عام 1964 جزئيا بسبب الاختلافات في الرأي بين موظفيه. اندلع حريق في مصنع بمدينة نيانغ بمقاطعة هينان الصينية مما أدى إلى مقتل 36 شخصا، فيما لا يزال 2 آخرون في إعداد المفقودين.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية شنهوا أن الحريق اندلع في مصنع بمنطقة واين فينغ في مدينة إنانغ الواقعة بمقاطعة هينان وسط الصين، ولم تدل بمزيد من التفاصيل. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الصينية بعدما تلقى الإنذار أرسلت إدارة الإطفاء بالمدينة فرقا إلى مكان الحادث على الفور للقيام بعمليات الإنقاذ، وأشارت أن الحريق قد تم إخماده. وتعد حوادث المصانع شائعة في الصين، وغالبا ما تنتج عن عدم الالتزام بقواعد السلامة. أسفرت الفيضانات العارمة التي اجتاحت عدة دول في غرب البلقان عن مقتل 6 أشخاص في أماكن متفرقة من ألبانيا وكوسوفو والجبل الأسود وصربيا. وذكرت شبكة البلقان الإخبارية أن الفيضانات التي نجمت عن الأمطار الغزيرة في نهاية الأسبوع الماضي تسببت في حدوث فوضى في المناطق المتضررة وإغلاق الطرق، كما أجبرت السلطات المحلية على إغلاق المدارس والشركات. وتم الإبلاغ عن 3 وفيات حتى الآن في الجبل الأسود و2 في ألبانيا و1 في صربيا. ومن المتوقع أن تصبح الفيضانات شائعة بشكل متزايد في المنطقة مع استمرار سوء الأحوال المناخ. وأشارت التقارير إلى أنه تم نشر أكثر من 240 عنصرا من القوات المسلحة و25 سيارة ومعدات للفيضانات، كما تم إجلاء 53 عائلة من القرى بعد أن قمرت المياه منازلهم. تذكير بأهم العناوين: حملة تطعيم سرطان عنق الرحم تنتظم البلاد. تشييع جثمان المناضل قبر برهان ياسوف. حماية التربة والمياه في إمبارمي. الرئيس الكيني يشدد على ضرورة فرض السلام في الكونغو الديمقراطية. الحكومة الكولومبية ومتمردو جيش التحرير الوطني يبدأون محادثات سلام. مقتل العشرات في حريق بمصنع وسط الصين. وصلنا إلى نهاية النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. في أمان الله.